تجاهلك، خذلك، رحل عنك، انت السبب. طريقة تعاملك المتبعها معه من اجل الحفاظ عليه. خسرت الشخص اللي بتحبه، بتحاول تحافظ عليه ولكن من خلال غيرتك الزايدة، لا تروح ولا تجي، انت بس إلي. من خلال الضغط عليه يترك أهدافه، ما يقدر يسعى لطموحاته. من خلال السيطرة، ما تعمل هالشي بزعل منك. من خلال التعصيب والشتائم لو غلط غلطة. من خلال التهديدات بالرحيل لو ما نفذ طلباتك أو إنه قصر باتجاهك. من خلال معاقبته بالصمت، وهو أخطر طريقة عقاب، إلى أنك صرت بدك تغير له من شخصيته، من صفاته، لو شفت الناس تنجذب له أو بتمدح فيه. مش هيك بتحافظ على الإنسان اللي بتحبه. أنت ما فيك تعيش ومخبيه تحت جناحاتك خايف يطير. بدك توثق فيه، ما تخاف إن لو أعطيته الأمان رح يتغير معك للسيء. الثقة مع التوكل على الله تعالى ضرورية جدا للعيش في سعادة.